اعترافات في علم الولادات، وهنتكلم عن الست الحامل بتاكل لها وللجنين ولا لا. طبعا الحامل لها سعرات حراريه بتبقى اعلى بدرجه بسيطه من الطبيعي. بنقسمها على فترات الحمل، بنقسم الحمل اول 3 شهور والثلاث شهور الوسطانيين والثلاث شهور الاخرانيين. اول 3 شهور الست بتحتاج سعرات حراريه اقل، يعني من 2000 ل 2500 سعر حراري في اليوم. الطبيعي تقريبا متوسط 3، ده اجمالا يعني. بتحتاج سعرات حراريه اقل لان بيبقى فيه ترجيع كتير، الست مش عارفه تاكل فما بتحتاجش سعرات حراريه كتير. في الثلاث شهور الوسطانيين بتبتدي تاخد تقريبا زي الطبيعي اللي هم من 3 ل 3 ونص، وفي الثلاث شهور الاخرين بتاخد 3 ونص. اكتر من كده سعرات حراريه بتؤدي الى زياده الوزن. الجنين ملوش دعوه بالقصه دي خالص، الجنين بياخد حقه تالت ومتلت منك، يعني هو بياخد حقه خلصان. كل الكالوريز، كل الفيتامينات، البروتينات، اي حاجه هو عايزها بياخدها كده كده. اللي انت بتاخديه زياده ده بيتحوش في جسمك وبيقرفك بعد الولاده انك تحبي تخسي تاني ما تعرفيش تخسي.